أهلا بكم من جديد. تعادل مخيب لآمال الجماهير الخضراء عاد به الأخضر من بانكوك، لكنه ليس مخيبا في حسابات الذهاب والإياب. رغبة الفوز كانت ظاهرة على المنتخب السعودي وكان قريبا من التهديف، لكنه لم ينجح. لطفي الزعبي تابع وكتب ما يلي عن المباراة. تحترق الأوقات. الأخضر والأزرق ضمن المجموعة الثالثة. رئيس الوفد السعودي كان مرحبا بنجوم بلاده والمضيف. همة الأخضر بدت عالية والمعنويات تطال عنان السماء. موطني عاش الملك. هذا فرانك رايكارد مدرب السعودية يقف مرحبا، فيما شيفر مدرب الكاميرون والأهلي والعين في الإمارات يقود اليوم تايلاند. رافشان أرماتوف غمز همسا مساعديه الأوزبك. نور وياسر معهما ركلة البداية، والبادئ بالتهديد نور بعد مرور 21 دقيقة طويلة رأسية الدوسري تصل نور، يسير خطوات يموه وبيمينه يصوب بأحضان حارس تايلاند. ثم عبد العزيز الدوسري أتيحت له أخطر الفرص، صوبها سليمة ارتدت من قلب المرمى بأقدام المدافع التايلاندي سيريون. لنا وأبعد عنا الأحزان. لم يكونوا مؤثرين الزرق إلا أن كرة عرضية من داغندا بين يدي الحارس السعودي وليد. وها هو محمد نور شرح لرافشان غلطة اللاعب التايلاندي بعد فرملة ياسر على الكرة، فتفهم الموقف وربط على كتف ياسر. أخطر فرص الشوط الأول لتايلاند أنقذها وليد بالموعد، وكرة حسن معاذ على الطاير ياسر القحطاني لولا تدخل المدافع التايلاندي. صفر رافشان دون زمن إضافي، فارتدى فورا شيفر سترته منفعلا وغادر ملعب راجا مانغالا مندهشا لأهداف في شوط اللاعبين إلى الثاني شوط المدربين والبداية تايلاندية. فرصة سعودية ياسر نور 1-2 تصويبة في المدرجات. استمر الضغط الأخضر، حرة سعودية تصل إلى رأس ياسر طار ولمحها بمقدمة الرأس. شيفر خائف وحذر فهو يعرف الروح العربية جيدا. فرصة سعودية نور الفريدي، فاول صحيح يا حكم. هساوي خطيرة تصل المرمى السعودي. نور يرد ونور تحرك، وإذا تحرك نور حرك من حوله، وضعها مقشرة لياسر فأهداها لحارس تايلاند. الحظ يعاند القحطاني اليوم، والهولندي فرانك رايكارد يراقب حائرا هادئا، وشيفر يتابع منفعلا. نقترب من خط النهاية، وحرة تايلاندية خطيرة تونغالو داتساكون يرسلها بجانب القائم الأيمن. محير قرار رافشان في الدقيقة 79 إلغاء هدف ياسر القحطاني بداعي الاحتكاك مع الحارس. يا الله يا رافشان. خرج ياسر ودخل هزازي، لكن الزمن أزف. تايلاند تعادلت بلا أهداف على أرضها مع السعودية التي عادت بنقطة لا تسمن ولا تغني من جوع. تصافح الخصمان فأسدل الموقف على مشهد جدلي يطول شرحه. لطفي الزعبي، العربية.